مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تصيفطوا فيديو اكثر من 2 دقائق في تطبيق الواتساب. ولكن قبل ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودابا غادي ندوزو للشرح التطبيقي. كما كيعرف الجميع انك فوقاش كتبغي تصيفط شي فيديو في تطبيق الواتساب كتضغط على الكاميرا ومن بعد كتدخل للجالوري وكتختار الفيديو. في حالة كان الفيديو اكثر من 2 دقائق او في 40 دقيقة او 10 دقائق ما كيمكنلكش تصيفطو الا حولتيه المقاطع. وكما كتشوفوا كيقول لك خصك ما تفوتش 2 دقائق و50. وحنا كنكونوا باغيين نصيفطوا داك الفيديو بشكل كامل. وفي هذا الفيديو غادي نوريكم طريقه كيفاش يمكن لكم تصيفطوه واخا يكون فيه حتى 40 دقيقه او لا 60 دقيقه ماشي مشكل. تابعوا معايا الشرح والطريقه راه سهله بزاف. كتدخلوا الواتساب من بعد كتضغطوا على ديك الايقونه حدا الكاميرا ومن بعد كتضغطوا على الخيار ديال دوكيموند. من بعد ما كتدخلوا لهذا الخيار كتضغطوا على 3 الشريطات اللي كاينين الفوق باش يدخلكم الجالوري ديال الهاتف. وهنا كتختاروا الفيديو اللي بغيتو. انا على سبيل المثال غادي نصيفط واحد الحلقه ديال كازا ستريت فيها اكثر من 40 دقيقه. كتضغطوا على هذا الفيديو من بعد كتضغطوا كذلك على انفوايي. من بعد ما كتضغطوا انفوايي كتسناو شويه كيتم الشارجمون ديال هذه الحلقه. ومن بعد ما كتدخل الكونفرساسيون كتسناو كذلك انه ديروا واحد التحميل حتى كيوصل 100% كما كتشوفوا في الفيديو. ومن بعد ما كيسالي التحميل كتخرج من عندنا وكتوصل للطرف الاخر اللي صيفطنا ليه هذه الحلقه. هو بدوره فوقاش كيستلم هذه الحلقه خصو يضغط على التحميل ويتسنى حتى توصل 100%. وديك الساعه يمكن له يشاهد ديك الحلقه ولا داك الفيلم ويدخل فقط الجالوري وغادي يلقاه تما او لا يضغط عليه ومن بعد يضغط على لوكتور فيديو. وهذه هي الطريقه باش تصيفطوا فيديو في واتساب اكثر من 2 دقائق حتى يكون فيه 10 دقائق ولا 30 دقيقه. هذه هي الطريقه الصحيحه. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو. بغيت فقط نشارك معكم هذه الطريقه حيت كاين بزاف ديال الناس اللي محتاجين ليها. وإلا عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.